تخيل انك قدام سيرفر بيانات ضخم جدا فيه اكتر من 600 ألف معلومة، ومطلوب منك تفرز المعلومات دي كلها واحدة واحدة وتتأكد من كل حرف فيها بنسبة 100%، وأي معلومة فيها شك ولو بنسبة 1 في المليون ترميها بره. تخيل بقى ان العملية دي مش بيعملها سوبر كمبيوتر ولا خوارزميات ذكاء اصطناعي، العملية دي عملها عقل بشري واحد بس ومن أكتر من 1200 سنة. الراجل ده حط قواعد لعلم البيانات والتوثيق من قبل ما العالم يعرف يعني ايه علم الإحصاء أو ساينس داتا بقرون طويلة، لدرجة ان المستشرقين الغربيين وقفوا مبهورين قدام المنهجية العلمية الصارمة اللي استخدمها. النهاردة احنا في رحلة مع أمير المؤمنين في علم الحديث، الراجل اللي حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم من التحريف والضياع، الإمام البخاري. ازاي يتيم أعمى يخرج من قرية بعيدة عشان يغير وجه التاريخ الإسلامي؟ وإيه هي القصة الحقيقية وراء كتابة اللي بيعتبر أصح كتاب بعد القرآن الكريم؟ وهل فعلا طريقته تشبه علم الإحصاء الحديث؟ جهز قهوتك وركز معايا عشان القصة دي فيها عظمة بتتشرح. الحكاية بتبدأ سنة 194 هجرية في مدينة بخارى اللي هي أوزبكستان حاليا. اتولد طفل اسمه محمد بن إسماعيل، طفل يتيم الأب، أمه هي اللي ربته، وفي سن صغير جدا حصلت مأساة، الطفل ده فقد بصره. تخيل قلب الأم اللي فضلت تدعي ربنا ليل نهار إن ربنا يرد بصر ابنها، وفي ليلة في المنام شافت سيدنا إبراهيم عليه السلام بيقول لها قد رد الله على ابنك بصره لكثرة دعائك. وفعلا بيصحى الطفل وهو شايف النور عشان يبدأ رحلة نور تانية للعالم كله. محمد بن إسماعيل محبش اللعب زي باقي الأطفال، كان عنده نهم غير طبيعي للعلم، وهو لسه صبي حفظ القرآن الكريم وبدأ يحفظ آلاف الأحاديث. بس بخارى كانت ضيقة على طموحه، فقرر يخرج في رحلة طويلة، رحلة استمرت سنين، زار فيها مكة والمدينة وبغداد والكوفة والبصرة ومصر والشام، بيمشي آلاف الكيلومترات عشان يسمع حديث واحد من مصدر موثوق. وعشان تفهموا احنا بنتكلم عن عقلية شكلها عامل ازاي، خليني احكي لكم قصة اختبار بغداد. لما البخاري وصل بغداد، علماء بغداد سمعوا عن حفظه الخارق فحبوا يمتحنوه او بالبلدي كده يعجزوه. جابوا 10 علماء وكل واحد فيهم حفظ 10 أحاديث مقلوبة. يعني ايه مقلوبة؟ الحديث عبارة عن سند ومتن، السند هو حدثنا فلان عن فلان عن فلان، والمتن هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هم بقى عملوا ايه؟ ركبوا سند حديث ألف مثلا على متن حديث به، وسند حديث به على متن حديث جيم، لخبطوا الدنيا دي في 100 حديث. قعد البخاري في المجلس وفضل العلماء يسألوه واحد ورا التاني، يقولوا الحديث الغلط والبخاري يرد يقول لا أعرفه، لدرجة ان الناس العوام اللي قاعدين افتكروا ان الراجل اللي قاعد ده مش فاهم حاجة، لكن العلماء الكبار كانوا قاعدين يبصوا لبعض وعارفين هو بيعمل ايه. وبعد ما ال10 خلصوا ال100 حديث المقلوبين، بص لهم الإمام البخاري رحمة الله عليه وقال للأول وأما حديثك الأول فقد قلت كذا وكذا والصواب كذا وكذا، ورجع السند الأصلي للمتن الأصلي ومسكهم واحد واحد وصحح ال100 حديث من ذاكرته في نفس القعدة. انت متخيل العقلية والمستوى؟ هو مش بس حافظ الصح، لا ده حافظ الغلطة اللي هم لسه مألفينها حالا ورتبها في دماغه وصححها قدامهم. الإمكانيات دي ممكن ما يعرفش يعملها موديل ذكاء اصطناعي في عصرنا الحالي. الإمكانيات دي هي اللي خلت الدنيا كلها تشهد ليه بالإمامة في مجال علم الحديث. طيب نيجي للسؤال المهم، إزاي الإمام البخاري جمع كتابه الجامع الصحيح؟ وإيه علاقة ده بعلم الإحصاء والبيانات؟ البخاري كان بيتعامل مع حوالي 600 ألف مروية، رقم مرعب، عشان كان يختار منهم حوالي 7000 حديث بس ويحطهم في صحيح البخاري كان لازم يحط فلاتر صارمة جدا. المنهجية دي بتتشابه جدا مع معايير التحقق من البيانات الحديثة. عايزك تتخيل معايا درجة الدقة ومستوى الأمانة اللي تجمع بيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان البخاري يقبل الحديث ويقول عليه صحيح كان لازم تتوفر فيه 5 شروط، ولو شرط واحد وقع الحديث يترفض.
أول شرط هو اتصال السند، يعني كل راوي سمع من اللي قبله مباشرة، مفيش حد وقع في النص. تاني شيء هو عدالة الرواة، يعني الراوي يكون معروف بالصدق والتقوى، ما يكونش اتعرف عنه انه كذب ولو مرة في حياته. وتالت شيء هو ضبط الرواة، يعني ذاكرته قوية جدا أو بيكتب وراه بدقة، ولا بينسى ولا بيتلخبط. رابع شيء هو عدم الشذوذ، يعني الحديث ما يكونش بيخالف حديث تاني أقوى منه. وخامس شيء هو عدم العلة، يعني ما يكونش فيه أي عيب خفي ما يعرفوش إلا الخبراء في علم الحديث. البخاري كان بيسافر شهور عشان يتأكد من راوي واحد، ولو لقى إن الراوي ده مثلا بيوهم حصانه بالأكل عشان يمسكه وهو فاضي، كان بيمشي ويسيبه ويقول له: من لا يؤتمن على دبته لا يؤتمن على حديث رسول الله. الدقة المتناهية دي ما كانتش مجرد غيرة دينية، دي كانت منهجية علمية أبهرت حتى غير المسلمين. مفيش أمة في العالم قدرت توثق كلام نبيها أو عظمائها بالسند المتصل ده غير أمة الإسلام. المستشرقين الإنجليز وغيرهم رغم اختلافهم في العقيدة ما قدروش ينكروا إن نظام الإسناد ده هو اللي حفظ التاريخ ده من إنه يتحول لأساطير. وحتى في العصر الحديث لما بييجوا يطبقوا معايير النقد التاريخي بيلاقوا إن اللي عمله البخاري كان فلترة سابقة لعصرها بكتير، لدرجة إن كتابه فضل هو المرجع الأول بلا منازع لأكتر من 12 قرن. وهنا لازم نقف وقفة مهمة جدا. ليه البخاري تعب التعب ده كله؟ وليه احنا محتاجين السنة أصلا طالما عندنا القرآن؟ والإجابة في جملة واحدة: السنة هي التطبيق العملي للقرآن. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن: وأقيموا الصلاة. طيب صلاة الفجر كم ركعة؟ الظهر إمتى وقته؟ بنقرأ إيه في الركوع وفي السجود؟ التفاصيل دي كلها مش موجودة في القرآن. طيب موجودة فين؟ في السنة اللي جمعها البخاري وغيره. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. القرآن هو الدستور، والسنة هي القانون والمذكرة التفسيرية. من غير السنة مش هنقدر نفهم مراد ربنا بشكل كامل. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا وصية كبيرة جدا وقال لنا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. السنة وحي زيها زي القرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الإمام البخاري مات ليلة عيد الفطر سنة 256 هجرية، مات وحيد ومطرود من بعض الناس اللي حقدوا عليه، لكن ساب وراه ورث عايش لحد دلوقتي في كل بيت مسلم. كل مرة بتفتح فيها كتاب وتلاقي مكتوب رواه البخاري وتطمن إن الحديث ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، افتكر إن ورا الكلمة دي عمر كامل قضاه عالم عشان يوصل لك الحقيقة. ونصيحتي ليك وليا: ما تهملش السنة، ما تخليش علاقتك بالدين انتقائية، اتمسك بالصحيح واعرف دينك صح، لأن هي دي النجاة الحقيقية في زمن الفتن. لو الفيديو أضاف ليك معلومة جديدة أو خلاك تشوف جهود علمائنا بنظرة مختلفة، ياريت تعمل لايك عشان الفيديو يوصل لغيرك، وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان نكمل الرحلة دي سوا. وقول لنا في التعليقات ايه اكتر موقف اثر فيك في رحلة الامام البخاري. شكرا ليكم ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.